النهاردة عنوان اللقاء: أفشة يقضي على لقاء سيراميكا كليوباترا والنادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي قدر يحرز فوز غالي وثمين على سيراميكا كليوباترا 2-1. النهاردة أفشة قدر يجيب الهدف في الدقيقة 91، هدف قاتل من رأسية رائعة عن طريق عرضية من اللاعب كريم فؤاد. النهارده النادي الأهلي قدر يكسب هدفين مقابل هدف من اللاعب المعار من نادي الأهلي، لاعب محمد القندوسي. النهارده النادي الأهلي قدر يحرز فوز ثمين وغالي ويوصل إلى النقطة رقم 12 من 4 مباريات في الدوري نايل. فالنهارده فوز غالي وثمين. النهارده فوز النادي الأهلي الشوط الأول ما فيش فرص محققة للنادي الأهلي خالص، إلا فرصة وحيدة أو فرصتين أو 3 فرص من النادي الأهلي. النهارده سيراميكا كليوباترا قدر يعمل جيم رائع من جانب كابتن أيمن الرمادي، وقدر النهارده النادي الأهلي يحرز فوز غالي في الدقيقة 91 عن طريق محمد مجدي أفشة، ويطلق رصاصة الرحمة للنادي الأهلي ويفوز النادي الأهلي 2-1. النهارده سيراميكا كليوباترا عمل جيم رائع بقدراته المتاحة بإمكانيات اللاعبة الرائعة اللي عمل مباراة ممتازة. النهارده أحمد القندوسي النهارده قدر يسجل هدف، والنهارده أحمد القندوسي عامل جيم رائع. على الناحية التانية مارسيل كولر النهارده اتأخر في التبديلات، وكالعادة مارسيل كولر يتأخر في التبديلات. النهارده كولر كان المفروض ينزل حسين الشحات من بدري، لأن النهارده بيرسي تاو واضح عليه إن هو مش فايق بدنيا ولا فنيا ولا ذهنيا. النهارده اللقاء فوز النادي الأهلي بصعوبة، لأن فريق سيراميكا كليوباترا فريق قوي وفريق يستحق الإشادة والتحية من جانب الكابتن أيمن الرمادي المدير الفني ومن اللعيبة. النهارده جون إيبوكا كان عمل كام تسديد على محمد الشناوي، والنهارده دفاع الأهلي كان غائب في الهدف اللي هو سجله سيراميكا كليوباترا. أحرزوا أحمد القندوسي المعار من النادي الأهلي. النهارده الشوط الأول عنوانه سيراميكا يعتبر كان مسيطر على اللقاء، والنادي الأهلي النهارده ما عملش لقاء قوي وما عملش لقاء فعال. والنهارده الشوط الأول يستحق الإشادة نادي سيراميكا، وما فيش غير اللقطة المضيئة اللي هي من ركنية تقريبا لعبها إمام عاشور وسجلها ياسر إبراهيم الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 33. هي دي اللقطة الوحيدة المضيئة في الشوط الأول للنادي الأهلي، وفي تذبذب في المستوى من جانب النادي الأهلي. المفروض كان تحصل بعض التبديلات في أول الشوط الثاني، ولكن مارسيل كولر اتأخر إن هو يعمل التبديلات، فالشوط الأول ينتهي 1-0 للنادي الأهلي. ورغم استحواذ وضياع فرص من نادي سيراميكا كليوباترا، المفروض نادي سيراميكا كليوباترا كان أقل حاجة يخرج بالتعادل المباراة دياتي، لكن محمد مجدي أفشة كان له رأي تاني ويقتل اللقاء في الدقيقة 91 بعرضية من كريم فؤاد، اللي النهارده لما نزل نشط الناحية اليمين شوية. والنهارده قدرت الناحية اليمين كانت في المتنفس، وكان فيها بعض التحركات والتنشيط الهجومي لما نزل. فالنهارده الشوط الثاني النهارده كان فيه استحواذ سلبي بعد الطرد لاعب من نادي سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 65 أو 64 وحصول على انذارين. النهارده اللقاء يلخص في النهارده الشوط الأول غائب النادي الأهلي رغم إحرازه الهدف.
الشوط الثاني يتلخص في ان النادي الاهلي يعني كان قادر ان هو الشوط الثاني بعد طرد اللاعب في الدقيقة 65 أو 64 كان المفروض النادي الاهلي يعني يكون شرس اكتر من كده، لان النادي الاهلي اخر فترة في تذبذب في المستوى وفي عدم انسجام للاعيبة، لان بعض اللاعيبة مش في المستوى او مش في الفورمة المعتادة عليهم. هو اللقاء ينتهي 2-1 وفوز النادي الاهلي، رغم ان النادي الاهلي النهارده ما كانش على المستوى المعهود والمستوى المنتظر من لاعبي النادي الاهلي. هو المفروض ان يعني اللقاء كان ينتهي المفروض بالتعادل، لكن فوز غالي وثمين للنادي الاهلي، وفوز يعني فوز مستحق، وهو المفروض الفوز معتاد على فوز النادي الاهلي. على الناحية التانية أنا هتكلم على صفقة أنطوني موديس صفقة فاشلة بكل المعايير. صفقة النادي الأهلي اللي جابها الموسم دويتي صفقة أنطوني موديس اللاعب الفرنسي الذي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، رغم أعطاء الفرص الكثيرة من الفريق من المدير الفني مارسيل كولر. النهارده أنطوني موديس لم يثبت الكفاءة الفنية ولا الكفاءة البدنية، لأنه هو لا فايق فنيا ولا بدنيا. وأنطوني موديس صفقة فاشلة بنسبة 100%، ولم يقدم أوراق اعتماده لجماهير النادي الأهلي حتى الآن. ويعني أنطوني موديس عايز يتمرن في الجيم حوالي اسبوعين او 3 عشان يجهز بدنيا، ثم مشاركته في بعض المباريات اللي يعني في دقائق قليلة، وثم رحيل لازم يرحل أنطوني موديس في